متجوزة من 12 سنة جواز تقليدي. كان بيضربني وحرمني من أبسط حقوقي، حرمني أزور أهلي. قصة النهاردة لها وجع بصراحة. عادات وتقاليد زي الجنازير على الرقبة، ربنا يكون في عونها. بتقولي أنا متجوزة من 12 سنة جواز تقليدي. كان بيضربني وحرمني من أبسط حقوقي، حرمني أزور أهلي ولا حتى إن أنا أقرب من باب الشقة. سنة ورا سنة وتعودت. بخيل فوق ما انت تتخيلي، بحكم اني انا صعيدية وما ينفعش طلاق. استحملت وربنا كرمني ب3 اولاد، وهم كل حياتي ودنيتي وكل تعبي وشقاي عشانهم. استحملت كل حاجة برضو عشانهم. في ولادتهم ولدت في بيت اهلي، هم اللي بيصرفوا في كل حاجة وهو ولا اكنه موجود. وفي الاخر بيستلف فلوس من طوب الارض، وشكلي وشكل اولادي بقى زبالة وسط الناس والشارع اللي احنا عايشين فيه. حتى ايجار الشقة وكل التزاماته مش بيقوم بيها اصلا، حتى دروس ولاده ولا اي حاجة خالص. انا تعبت خلاص، حاسة ان عندي اكتئاب سنين ودايما تعبانة قوي ومخنوقة، مع العلم ان عيالي بيحبوه جدا جدا. هو ده اللي مخليني مش عارفة اخد اي قرار في علاقتنا. نصيحة لوجه الله انصحها لي. انا خلاص، انا تفكيري وصلني اني في الانتحار او ان انا اطفش. كرهت كل حاجة حواليا. دي زوجة بحكم التقاليد في الصعيد، يعني طبعا على راسي والله، انا ما اقصدش اي حاجة خالص يعني، بس في تقاليد عاملة زي القيود، زي السجون. حتى يعني لا شرع ولا دين، حتى سيدنا النبي يعني ما فيش حاجة يعني حتى قال لنا عليها ان احنا نعمل حاجة زي كده او تقاليد زي كده. ما بقولش الزوجة ما تبقاش في بيتها، ما بقولش الزوجة ما تبقاش ليها عادات وتقاليد زيها زي المكان اللي عايشة فيه، او تقاليد جوزها واهل جوزها او اهلها. انا ما بقولش كده خالص، بس بقول في تقاليد يعني بتبقى موت. الست اللي هي عارفة تطلق ولا هي قادرة طبعا، عشان خاطر والعياذ بالله. دي بقى الحته دي مش في الصعيد فقط، يعني هي عامه في اي ست على وش الارض، في اي ست ايا كانت هي عايشه فين او بتعمل ايه على وش الارض، قادره تطفش، وده عار ليها ولولادها ولاهلها. والانتحار والعياذ بالله طبعا مرفوض رفض تام. فانا لا، هي الحاجتين دول طبعا مفيش، يعني ملهاش دعوه بالسعديه ولا فلاحه ولا اسكندرانيه ولا مصريه ولا ايا كان هي مين. احنا بنتكلموا في قصة الطلاق او الانفصال. طبعا هي عندهم هناك ممنوع منعا باتا. خلاص انت ترضي باللي ربنا قسمه لك. اتجوزت جواز تقليدي، تعالى يا فلان اتجوز فلانة، اتجوزت وردت، جابت منه 3 اولاد، عاشت واستحملت كل حاجة. بخيل، عامل لها فضايح، قلل قيمتهم في الشارع، بيستلف من طوب الارض، اسلوبه مش كويس معاها، حارمها من كل حقوقها كبني ادمه، كزوجه وكبني ادمه. حتى صلة الرحم قطعها لها، حتى صلة الرحم قطعها لها. انا حاسه ان مش كل اهل الصعيد كده، وديت حاجه انا يعني لمستها وعشتها مع ناس في الصعيد، وناس اعرفهم من الصعيد، لا ناس متحضره وناس ما شاء الله اللهم بارك، عندهم نور في بصيرتهم. يعني لا مش بيتعاملوا بالطريقه دي. دي اكيد فئه معينه من بعض البشر بتعمل كده في زوجاتها وفي اخواتها البنات. البنت الست مش قادره تتعايش، تعبت، وصلت لاكتئاب، تفكر في الموت والعياذ بالله، وده حاجه مش صح. بتفكر في تطفش، ودي حاجه مش صح. طب في الطلاق مفيش فايده. طب الحل ايه؟ انسان بخيل جدا، انسان عايشه معاه في عذاب، يعني عايشه معاه في عذاب. تعبت، سيرتها هي وولادها كل يوم بقت وحشه بسبب ان هو بيستلف وقلل قيمتهم من بخله. هو بيستلف من بخله، هي ما قالتش ان هو محتاج، هي بتقول هو بخيل قوي قوي. بس اللي مخليها ان لحد دلوقتي عايشه معاه حب ولادها لابوهم برغم قسوته وبرغم ان هو بخيل. ما انكرتش كده، معناها ان هي كلامها كله صدق، ما انكرتش. هي تعمل ايه؟ انا نفسي اللي يسمع القصه دي يكون حد من اهل الصعيد، ربنا يبارك فيكم. انا على فكره بحترمهم جدا وبحب تقاليدهم وعاداتهم في حاجات معينه بتبقى جميله، يعني حفاظا على الست وعلى بناتهم وعلى عرضهم وعلى لا، يعني في حاجات كده انا بحبها فيهم، وفي حاجات بحس ان هي تقاليد وعادات للموت ما توصلش لكده. انت لو بصيت كده في دينك ومسكت المصحف هتلاقي ربنا ما طلبش كده. لو انت رجعت لحياة النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقيه ما طلبش كده. لو انت عرفت ان ما فيش حاجة اسمها قطع صلة رحم هتفهم كده.
احنا بنتكلم دلوقتي، سيبكم من العادات والتقاليد، دي زوجة ليها حقوق ايا كانت هي ايه، ايا كانت دي بشر بني ادمه، لازم تعيش عيشه ادميه، عيشه كويسه، عيشه محترمه، عيشه تقدر يعني ما تفكرش في حته الموت والطفشان والعياذ بالله والكلام اللي بيوصل بني ادم لان الشيطان خلاص هي حياتها سودة، هي شايفاها كده. احنا عايزين كلنا نساعدها، كلنا اللي عنده حل، اللي عنده كلمه طيبه يقولها لها. بالله عليكم احنا كلنا هنا ايد واحده. الست بتتكلم وهي انا عن نفسي فاتحه لها كل يعني وداني وعينيا وقلبي معاها، ان انا قلت لها منين ما تحسي ان انت مخنوقه تعبانه متضايقه انا تحت امرك في اي وقت تكلميني ابعتيلي، وانا والله اكون اخت ليكي، وان شاء الله الناس تدينا حلول كويسه تكون فيها خير، ما يكونش فيها اي حاجه مضره ليكي ولولادك، وكلنا هنا ايد واحده. وهستنى رايكم واستنوني في الحلقه الجايه.